السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ نتمنى من الله يلقاكم هذا الفيديو وانتم بخير وعلى خير وما خاصكم حتى خير يا ربي. اليوم غنشارك معكم من الصباح مني فقت البنات، هبطت المحل ديالي كما العاده، خدمت الخدمه ديال الفطور وجدت مسائلي، وجاتني واحد الاخت كليانه قديمه كتقدم من عندي، طلبت مني بسيطلات بالدجاج نخدمهم ليها. وخرجت اليوم مع الصباح انا وبنيتي والاخت ديالي باش نتقدى العطريه، ما عنديش العطريه، وناخذ من طبيعه الحال الدجاج وناخذ الورقه ديال البسطيله. وكان نهار زوين اليوم البنات، مشمش مع الصباح، واحد الجو زوين فن. ديما النشاط والحيويه رغم التماره اللي كنضربوا، رغم العيا، يعني داك الارهاق الحاد، ديما الحمد لله ضاحكين وناشطين. هنايا تقديت الخضره غادا بها ندير الغدا لبناتي، وغادي نرجع للمحل وغادي نبدا معكم اليوم الوصفه الطلبيه ديال الاخت. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم ونكون خفيفه على قلوبكم. عندي دجاج من بعد ما غسلته بسكينجبير، انا بالاغلبيه كنغسل بسكينجبير وسقطرته. وعندي هنا كيلو ديال البصله مشلشله رقيق، والربيع ربطته. وعندي العطريه، عندي سكينجبير، القرقوم، عندي سميتو هذاك القزبور الكارم اللي كيطلق واحد النسمه حتى هو في البسطيله ديالنا، والعطريه ديال الدجاج ديال البسطيله، وعندي العطريه ديال الحوت والضامه ديال الزعفران، وعندي القرفه الصينيه. بالنسبه للسمن باقي جديده، يلا خديته جاني من فاش سافرت، جبته معايا من الداخل. وعندي كاس ديال الزيت. هنايا عندي اللوز من بعد ما سلقته في الماء وسقطرته وقليته في الزيت وطحنته. وكاس ديال المزهر ما تنساوش في الاخر، غادي يكون ان شاء الله في لاصوص ديالنا على بركه الله. اول حاجه غادي نديروها نحطوا داك الدجاج هو الاول في الطنجره ديالنا، من بعد ما غسلته ونشف، وناخذ ديك العطريه. غادي نضيف العطريه ديالي، ما ننساوهاش. بالنسبه للعطريه كندير معلقه، نص معلقه كبيره اللي كندير في هاد المقادير كاملين، غادي ديروا نص معلقه كبيره كامل. بالنسبه للعطريه جديده البنات، يلاه جبتها طريه من عند السيد اللي كنتقدم من عنده، يعني عطريه كتكون جديده، ريحتها ما نقول لكمش كيفاش دايره حتى كتعطي. صافي نديروا المقادير ديالنا كاملين في الطنجره، وغادي نرميوها على نار تكون من طبيعه الحال قليله، ما تكونش العافيه مجهده، باش هذوك الدجاج ديالنا يطيب على مهل وتجي ديك لاصوص خاطره ومعقده البنات. بالنسبه للاخوات اللي سولوني على الشباكيه تيتسائلوا امتى غادي نديرها، قريب ان شاء الله غادي نشارك معكم الشباكيه من المحل، ونشارك معكم العسل، كل شيء ان شاء الله غادي يكون كما بغيتو بالطلبيه اللي بغيتو. نتمنى والله الله يعطينا صحتنا والسلامه، يعطينا الصحه والسلامه وطولة العمر لينا ووليداتنا يا ربي. وهنايا غادي نسد الطنجره ديالي نديرها فوق النار، وغادي نحرك المقادير كامله باش داك الدجاج تدخلو ديك العطريه مزيان، ونبدا نحرك في داك الدجاج تيبدا ليا الدجاج تيولي احمر بديك العطريه. غادا من بعد غادي نزيد هذيك البصله اللي شلط، ما غاديش نزيد الماء. هنايا البصله بوحدها غادي تطلق هذاك الماء، داك لاصوص ديالها، ما تزيدوش الماء البنات. وغادي نضيف البصله كما كتشوفوا الطريقه، وغادي نسد على الطنجره ديالي، وغادي نحسب ليها 45 دقيقه. من بعد ما طاب الدجاج، ها نتوما كي كيجي محمر، غادي نعزل الدجاج ديالي في واحد الاناء ولا في واحد الجيره، ونخلي داك لاصوص باش يعقد. بالنسبه للدجاج تيبان البنات ذهبي، يعني طاب وفات الطياب اللي هي غنخليوه. هانتوما تبارك الله ما شاء الله كي كيبان، ديما 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 تبارك الله ما شاء الله ما كتخرجش ليا من فمي. وهنايا غادي نضيف ما زهر ومعلقه ديال السمن ومعلقه ديال العسل لهذاك لاصوص ديالي، وغادي نردو من طبيعه الحال فوق العافيه. نقص العافيه، نقصوا العافيه، خليوها مهيله وخليوها تشحر مزيان حتى تتعقد لينا ديك لاصوص اللي بغينا. شوفي تبارك الله كي تجي خاطره. وهنايا من بعد ما صفيت الدجاج غادي نبدا نقطع طريفات صغار كما كتشوفوا، يكون صغير داك التقطيع يكون صغير. وحيدت العظومه. وهنا راه كيضحكوا معايا الدراري اللي في المحل وتيقولوا لي خالتي راه شهيتينا ذوقينا، قلت لهم والله ما تذوقوا شي حاجه حتى نسالي. هنايا غادي نخوي لاصوص ديالي فوق من الدجاج، وغادي نزيد اللوز كي ما قلت لكم من بعد ما سلقته في الماء وقليته في الزيت،
وغادي نخلط المقادير كاملين. ما نقول لكمش كيفاش كيبان، كتبان الحشوه زوينه البنات كتشهي. وهنايا من بعد ما خلطت المقادير ديالي كاملين غادي نزيد داك اللوز، وغادي نبدا التعمار ديال الوقاد البسطيله ديالي. ونتمنى نكون خفيفه على قلوبكم، راني كنهضر بالدارجه بزاف هادشي باش نوصل لكم كل شيء بالتدقيق وبالتفاصيل. بنتي راه كضحك عليا كتقول يا ماما المشاهدين ديالك غادي واحد الهضره قلتها في الفيديو اللي قبل من هذا تنقول من طبيعه الحال من طبيعه، وبنتي كضحك عليا قالت لي يا ماما كثرتي من طبيعه الحال. بالنسبه للبنات تنمونطي الفيديو يعني حتى الاخر الليل، يعني ما كنطلع من المحل من الفجر وانا خارجه، يعني ما كنطلع لداري حتى العشاء، يعني الارهاق ما يبقاش عندي السفل باش غادي نهضر. هنايا من بعد ما جبت الورقه ديالي ودهنتها بلا صوص ديال عندي التحميره والزيت، هذاك الزيت اللي قليت فيه اللوز تنزيد عليه شويه التحميره وتندهن الورقه ديالي وتنعمر معلقه نديروها في الحشوه. والطريقه نتوما كما كتشوفوا كتجي رائعه وزوينه. غادي نزيد ندقق لكم وغادي نزيد الكاميرا تشوفوا الطريقه باش كنخدم. تبارك الله ما شاء الله كتجي غزاله يا البنات. وتندهن الطاوه ديالي وكنحطها تنستف المسائل ديالي. وهنايا غادي نعاود معكم الطريقه الثانيه بالتدقيق باش تشوفوا الطريقه باش كنخدم. هنا كندير معلقه وعندي ديك الغلاقه ديال القرعه ديال الشوكولاته باش كنخدم. هنا غادي نجمع. شوف الطريقه البنات سهله وسريعه، انا مولفه بالنسبه للمحل كنخدم بطريقه سريعه، يعني بالنسبه للفيديو راه ثقل شويه باش تشوفوا. صافي تنجمع دوك الحواشي ديال الورقه وكنحطو تنستف اللاطه ديالي والفران تيكون سخون البنات. هنا من بعد ما ساليت كامل البسطيله ديالي تندهنهم بهذاك لاصوص ديال التحميره وداك الزيت اللي قليت فيه اللوز. هنايا من بعد ما خرجتهم من الفران كيجيو رائعين. ما نقول لكمش على التقرميشه البنات كيفاش كيجيو حتى في المذاق ديالهم. دوك التوابل ديال الحوت اللي تتجي بحيله فيها الحوت بحيله فيها الكالامار ولا السيبيا ولا هي رعه الدجاج، وديك العطريه ديال الحوت كتعطي واحد النكهه زوينه. نتمنى تجربوهم وديروهم في ديوركم وردوا عليا بالكومونتيرات الزوينه كيف جاتكم الوصفه ديال اليوم. وهنايا كان بالنسبه للتزيين تندير الورد تنزين به الواجهه ديال البساطل ديالنا. وهنا راني خدامه والناس كيطلبوا ليا في المسمن في المحل، حبست الخدمه باش نكمل الفيديو معاكم. هانتوما النتيجه النهائيه البنات كيجيو رائعين.